الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له، وينذرهم شر ما يعلمه له. إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي أو مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه أي هذه مهلكة. أيها المسلمون، ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه في حق المؤمنين: أحسب الذين آمنوا أن يتركوا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بيد أن الله سبحانه وتعالى حذرنا في كتابه في أكثر من آية من الفتن، منها قوله جل جلاله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن في آخر الزمان فتنا كثيرة ستصيب هذه الأمة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفتن. كان يكثر صلى الله عليه وسلم من الدعاء استعاذة من الفتن. وها نحن نعيش زمن فتن كثيرة، وهذه الفتن كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام هي فتن عمياء، قد تكون فتن شبهة، وقد تكون فتن شهوة، قد تكون فتنة في الدين، وقد تكون كذلك فتنة في الدنيا، قد تكون فتنة في المال، وقد تكون فتنة في الولد كذلك. وإن واجبنا كمؤمنين أن نكون على حذر من أن نقع في براثن هذه الفتن، لأن فيها تمحيصا ومحقا، ولأن فيها تمييزا وردعا، ولأن فيها تصحيحا واختبارا من الله تعالى، بين أن فيها صبرا واصطفاء من الله جل جلاله. وإن واجب المسلم كذلك أن يكون عنده ميزان، أن يكون صاحب ميزان للأمور يزن به الأمر ومآلاته، يزن الأمر موقعه ومنهجه ودلالاته، حتى لا ينساق وراء من لا بصيرة له، وحتى لا يكون ممن وقع في الفتن وربما يظن أن الأمر ليس كذلك، بل ربما يكون وقودا للفتنة أيضا. لذلك نحن بحاجة أولا أن نعتصم بالله تعالى، لأن الله تعالى أمرنا بذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإن واجبنا كذلك أن نكون أهل بعد عن مواطن الشبه والشهوات،
وأن نكون كذلك أهل حذر من أن نقع في الفتن صغيرها كانت أم كبيرها، بيد أننا كمسلمين بحاجة إلى وعي مجتمعي وجمعي كذلك، لأن العدو والداعية يحرص على فرقتنا، يحرص على تفتيت شملنا وتمزيق جمعنا، ويريد أن يراكم عداءه لنا ومكاسبه في تفريقنا، وأن يكون مكسبه على موائد ضعفنا وعلى موائد صمتنا وعلى مراكب انقسامنا. لكننا وقد تعلمنا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نكون أهل ثبات على الحق، فإن من مكامن الثبات على الحق أن نعرف كيف نتعاطى مع المسائل، خاصة إذا كانت تتعلق بأمتنا، إذا كانت تتعلق بوحدتنا، إذا كانت تتعلق بمعتقدنا، إذا كانت تتعلق بالأبرياء من أمتنا. لذلك نحن أحوج ما نكون في هذا الوقت إلى أن تكون كلمتنا كلمة واحدة، وأن يكون موقفنا موقفا صلبا في الثبات على الحق وفي عدم مداهنة أهل الباطل، بل في مواجهة أهل الباطل بالحق، وفي الوقوف مع الحق ونصرة المظلوم، وفي عدم الوقوف مع الظالم، لأننا تعلمنا ذلك من مدرسة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. تعلمنا من مدرسة الإسلام الثبات، تعلمنا من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الانجرار خلف أبواق الفتن، بل عدم السماح لترويجها، أن لا نسمح بأن تروج تلك الفتن حتى لا نسهم بالمباشرة أو بالواسطة في سفك دماء الأبرياء وفي تمزيق الأمة وتأجيج النزاعات بين أفرادها. أيها المسلمون، ما تعلمنا في مدرسة الإسلام أن نتجمل لأحد، ولا أن نطبل لأحد، ولا أن نداهن لأحد، بل تعلمنا في مدرسة الإسلام أن نقول الحق ولو كان مرا في وجه أي أحد. لكننا تعلمنا في مدرسة الإسلام كذلك أن لا نخاصم كل مخالف لنا، بل أن نكون على وعي بموصلة مسارنا كي نتجه نحو الحق والعدالة، دون التوهان في دوامة الشعارات والانفعالات والبطولة الفارغة، لأن البطولة لا تقاس بكثرة الضجيج، وإنما بالبصيرة والثبات على الحق. عند اختلاط الأصوات لا بد من الإصغاء لصوت محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك الإمام البخاري ومسلم من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه: ستكون فتن. لم يقل فتنة، بل قال فتن. ستكون فتن القائم فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها، من ذهب إليها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ فليعوذ به. من استطاع أن يبتعد عن الفتن فليبتعد عنها قدر المستطاع. أيها المسلمون، نحن من خلال ما تعلمناه من مدرسة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مطالبون أولا بأن نستعصم بحبل الله سبحانه وتعالى ونستوثق به، ومطالبون كذلك بأن نخمد نار الفتنة وشررها، وأن نقف ضد كل مروج لها، وضد كل من يعمل على الاستعانة بالعدو أيا يكن. العدو الصهيوني عدو لنا، الذي يعمل على قتل الأبرياء من أبناء أمتنا. نحن مطالبون أن نقف في وجه من يستعين بالعدو الصهيوني، ولعلنا أن نسأل أنفسنا سؤالا: كيف يمكن لعاقل أن يطلب من قاتل أن ينصره؟ كيف يمكن لذي دين أن يطلب مددا من قاتل الأنبياء أو من عميل تعامل مع الأعداء؟ نسأل أولئك الذين يحرصون على تفتيت صف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والذين يطلبون الاستعانة بذلك العدو المجرم: هل شاهدتم ما يفعله بغزة؟ هل شاهدتم دمار غزة؟ هل شاهدتم تجويع أهل غزة؟ من شدة الحصار أصبح أهل غزة يأكلون أوراق الشجر، ويعود من الزمن إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عندما حوصر النبي وصحبه في شعاب مكة أكل الصحابة أوراق الشجر. أصبح الأمر في غزة أشد من ذلك، أصبحوا يأكلون ربما
الجيف لأنه لا طعام موجودا، بل إذا أراد أحد أن يأتي بطعام يصطاد كالطير. بل وصل الأمر بأولئك الذين أرادوا أن ينصروا غزة إلى أن يضعوا الطعام في أوعية ماء وأن يرموا تلك الأوعية في البحر لعل أن يصل شيء إلى غزة إبراء للذمة بين يدي الله أمام هذا الحصار والتجويع، بل أمام المؤامرة الكبرى تجاه أهل غزة. نحن أيها الأحبة مطالبون أن ننصر غزة، ودار الفتوى في رشية في كل مساجد رشية أعلنت اليوم كما كان الأمر سابقا. اليوم إن شاء الله سنقوم بجمع التبرعات والدعم إن شاء الله لأهلنا في غزة لأنهم مظلومون. فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نعم أيها الأحبة، هنالك من أراد أن يستعين بالعدو الصهيوني على أهله في مدينته، هذا مقبول ومعقول. وهنالك من تفتح له القنوات الإعلامية المرئية والمقروءة والمسموعة ليبث سمومه استعانة وطلبا للمدد من ذلك العدو المجرم. الذي يستعين بالمجرم مجرم، والذي يستعين بالعدو عدو. لكننا تعلمنا كذلك في مدرسة رسول الله من مصدر قوة أن نلجم أولئك. ونحن أيضا أمام وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا نجد أن هنالك من يروج لأولئك، هنالك من ينشر الأراجيف من أجل إشعال نار الفتنة. ينبغي أن نكون حذرين، أن نكون متنبهين، لأن أولئك يريدون أن نفعل ذلك حتى يكون ذلك الأمر مبررا لإشعال نار الخلاف بين أبناء هذا الوطن. نعم أيها الأحبة، لا ينبغي أن نسمح لتلك الأقلام ولا لتلك الأبواب أن يكون لها أثر في حياتنا، بل ينبغي أن نعمل أن يكون صفنا واحدا في مواجهة أولئك أهل الفرقة وأبنائهم. نعم أيها الأحبة، نحن الآن في مرحلة خطيرة من مراحل تاريخنا في لبنان كما الأمر في سوريا. لذلك ما تحرك من تحرك عندما كانت تسحق جثث الناس ويسحل أولئك ويكبس أولئك، ما كان هنالك من تحرك. لكن أريد أن يتحول الأمر إلى حرب طائفية حتى يكون ذلك الأمر مبررا لذلك العدو الصهيوني بالتفريق. نحن نقول ليس هنالك من حرب طائفية بين المسلمين السنة وبين الدروز، ليس هنالك من حرب. الأمر أمر متعلق بدولة ونظام وقانون، يراد أن يطبق ذلك النظام والقانون في تلك الدولة، ويريد بعض أن يستعين بالعدو الصهيوني. فلا ينبغي أن تحور إلى أن تكون حربا طائفية كما روج لها، وأن يعتدى على أهلنا السنيين المقيمين في هذا الوطن. هم أهلنا، أحبابنا، أبناء ديننا، هم إخوتنا، لهم حق علينا أن نقف معهم وأن لا نسمح بأن يعتدى عليهم أبدا، وأن نطالبهم كذلك بأن يكونوا منضبطين أيضا. نعم أيها الأحبة، تعلمنا من مدرسة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن نكون بعيدين عن مواطن الفتن، وأن نكون كذلك حريصين على الثبات، لأن الله تعالى أمرنا بذلك، ولأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ولأن رسالة رسول الله محمد جاءت من أجل حقن الدماء. فعندما سئل النبي من هو المسلم ومن هو المؤمن قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. أقول قولي هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله، أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وشرفنا برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مخاض تعيشه أمة النبي عليه الصلاة والسلام، مخاض يجري في سوريا الآن من أجل تثبيت دعائم أركان هذه الدولة التي كتب لها الله النصر ضد ذلك النظام المجرم البائد وأسلامه وكل المحاور بحمد الله. فدمشق كما قال أحدهم: دمشق للأمة إلى يوم القيامة، دمشق لنا إلى يوم القيامة. وبالتالي عندما يريد البعض أن يفرق صف ذلك البلد نقول بإذن الله سيهزم، لأن الله تعالى كتب العزة والنصر للمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يراد كذلك لهذا الوطن أن يكون مشرما، وبإذن الله تعالى سيكون معافا، لأن هذا الوطن وطن صحابة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الأبواق التي تخرج على وسائل الإعلام وتشيش الناس هذه تريد أن تخرج من مواد الأرض. المواد يعني الأرض البور الغير مستصلحة والغير مملوكة، أرض مواد تحتاج إلى نقل وإلى حفر وإلى تجهيز، تحتاج إلى وقت كبير. هؤلاء الآن يريدون أن يعيدوا له شعبية على حساب ما فقدوه، وبإذن الله لن تكتب لهم تلك الشعبية بثباتنا بإذن الله وصرامتنا وعزمنا وقوتنا بالحق بإذن الله سبحانه وتعالى.
ما يجري كذلك في أرض غزة أيضا هو أيضا اختبار وامتحان من الله سبحانه وتعالى، لكننا رغم كل ذلك منصورون ببشارة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فلا مجال لليأس أو الإحباط أو التخاذل، وإنما القوة والثبات على الحق، لأن الله تعالى قال في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لذلك واجبنا أيها الأحبة أن نكون كذلك في دعم ونصرة أهلنا في غزة إن شاء الله بكل ما نستطيع، أن نقدم لهم إن شاء الله كل ما سيترشيد بحمد الله تعالى الآن في جمع تبرعات نصرة بإذن الله لأهل في غزة، على أن نوصلها وأن نبرئ ذمتنا على الأقل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فاللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملئ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا واجبر خواطرنا يا رب العالمين. اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة إنك على ذلك قدير. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تفرج الكرب عن أهلنا في غزة وفي كل بلاد الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب، واجعلنا من عبادك الصالحين يا ربنا. بارك هذه البلدة وأهلها وسائر بلدات وبلاد المسلمين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم